السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما ان بدأ موسم تخزين التوم، طبعا اليومين دول تبدأي بقى تخزني التوم غير الاول خالص. دلوقتي التومة نضجت وبدأت تنشف شوية، غير الاول كان كله مية. هنشوف مع بعض الطريقة. عن نفسي انا بخزنه بيقعد معايا من السنة للسنة. هنعمله بكذا طريقة. هنفرم منه حبة وهنخزنه سليم حبة. وطبعا في ناس، معظم الناس ما بيحبوش التوم في قلب الاكلات بتاعتهم. هنعمل طريقة حلوة للتوم البودر. طبعا بتشتريه بره باسعار جامدة جدا، فهنعمله بطريقة حلوة جدا. كل ده هنشوف مع بعض في قلب الفيديو. لو اول مرة تشوفي قناتي شرفني اللايك والاشتراك في القناة ونشوف الفيديو مع بعض. طبعا التومة دلوقتي عشان خاطر ما تيجي تشتريها، لو انتي هتخزنيها تعلقيها زي كده، هربطه واعلقه في البلكونة. هاتي التومة اللي تبقى كبيرة عشان خاطر كل ما بينشف حجمها بيخس. فطبعا زي ما انتم شايفين تجيبي التومة كده اللي بتبقى ناضجة وتبقى مليانة فصوص كده. هو ما تجيبيش التومة اللي هي بتبقى ملسة. هاتي التومة اللي بتبقى فيها فصوص كده، هو بتبقى الفصوص دي مليانة. وتاني حاجة بتبقى الراس محملة معاكي. بالنسبة بقى العواد الخضرا دي هنشوف مع بعض في طريقة تانية برضو ازاي تحفظيه في قلب الفريزر لو انت ما بتحبيش تخزني التوم في قلب البلكونه او تعلقيه في البلكونه. طبعا زي ما انتم شايفين اخدت منه حبه كده حوالي بتاع 2 كيلو. قشرتهم بالشكل ده. هنشوف مع بعض برضو ازاي اقشره. طبعا لو انت عاوزه تفرزيه في الفريزر هنقول مع بعض. بالنسبه للعواد الخضرا دي مش هنرميها. طبعا اول حاجه تلبسي قفازات كده في ايديكي عشان خاطر ريحته بتبقى جامده جدا. وهنقول مع بعض القشر بتاعه ده هنعمل منه برضو طريقه حلوه جدا، مش هنرميه. زي ما انتوا شايفين كده هو هنفتحه ونحطه في قلب صينيه. هنقول كل حاجه في قلب الفيديو. اول حاجه هنجيب الثوم وهتقشريه بالشكل ده كده. هو هتقطعي العين الاخضر وهتقشريه، تشيلي اول طبقه منه اللي هي الناشفه دي. تروحي جايه مقشره التومه. بعد ما تشيلي اول قشره هتروحي جايه مقشره التومه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. طبعا القشره اللي احنا بنشيلها الخارجيه دي مش هنرميها، هنحطها في قلب صينيه كده وهنقول مع بعض هنعمل بيها ايه. او زي ما انتوا شايفين هفضل اقشر فيها لغايه ما يظهر معايا الفصوص. الفص بالشكل ده هروح جايه حطاه، واروح جايه شايله الورقه اللي عليه الخارجيه دي، مش رميها، حطاها في قلب صينيه. طبعا اهم حاجه وانت بتفصصي التومه بيبقى فيه عرق في قلب التومه بالشكل ده بيبقى ناشف. اهو زي ما انتوا شايفين ده بيبقى ناشف. خلي بالك وانت بتقشريه عشان خاطر العرق ده ناشف جدا، ممكن وانت بتطحني يكسرلك الكبه معاكي او الخلاط. زي ما انتوا شايفين ما بيتقطمش نهائي. اهو زي ما انتوا شايفين العود الناشف ده بيبقى في قلب راس التوم. خلي بالك وانت بتفصصيها ما تسيبهاش، لازم تشيليها لا تكسر لك السكينه. طبعا زي ما انتم شايفين هنرميها بالشكل ده. والعنق الاخضر هروح جايه ماسكاه مخرطاه لغايه ما تلاقي في عود ناشف واقف معاكي، بس اقفي على كده وارميه. زي ما انتم شايفين بيقطم معاكي كده، ده يترمى. خدي اول حته من قدام الخضره والباقي ارميه. زي ما انتم شايفين هنعمل واحده تانية مع بعض برضو. هقشرها بالشكل ده واروح جايه اقطع العنق الاخضر، وهشيل اول طبقه الحمرا دي الناشفه، واخد الطبقه التانية من الثوم. طبعا بعد ما عملته كله بالطريقة دي، طبعا الورق بتاع التوم هولع فرن البوتاجاز على الهادي خالص، واروح جايه حطاه في قلب على الشبكة مولعة الفرن على الهادي خالص. وكل شوية كده اروح جايه مقلباه. بالنسبة بقى التوم هحطه في الكبة بالشكل ده حبة حبة، وهحط على كل كيلو توم 3 معالق ملح كبار وربع كوباية زيت. طبعا زي ما انتوا شايفين بسايس الكبة واحدة واحدة لغاية ما يتفرم معايا كله تماما. اهو زي ما انتوا شايفين واحدة واحدة. طبعا خلصت الكمية كلها. وبعد كده رحت جاية حطاه في قلب اكياس، او لو انت عاوزة تحطيه في قلب علب في قلب برطمان براحتك. انا حطيته في قلب اكياس وبططته بالطريقة دي لغاية ما يبقى سمكه رفيع خالص. وهحطه تاني في كيس تاني، مش الكيس ده بس، هحطه في كيس تاني عشان خاطر ما يكرفش ريحة التلاجة او الحاجة اللي انا حطاها في قلب التلاجة. زي ما انتوا شايفين هحطه كده واروح جايه حطاه في قلب الفريزر. لازم بعد ما تخلصي تحطيه في قلب الفريزر عشان خاطر ما يزرقش معاكي. هيقعد معاكي من السنة للسنة.
لكل كيلو 3 معالق ملح وربع كوباية زيت، هيتقلبوا مع بعض وهتشيليهم بالشكل ده. بالنسبة للورق اللي احنا حطيناه هنشوف برضو نسمع الصوت مع بعض. طبعا زي ما انتوا شايفين بعد ما عيني عليه في قلب الفرن كل شويه اطلعه اقلبه عشان خاطر ما يتحرقش معاكي. زي ما انتوا شايفين ناشف خالص. هروح جايه جايبه الكبه المطحنه بتاعه الخلاط وهحطه واروح جايه طحناه، وبعد كده جايبه مصفى ومنخلاه. وزي ما انتوا شايفين دي النتيجه بتاعته. ريحته تحفه بالظبط، اكنك احسن كمان من اللي بتشتريه من بره. اللي بتشتريه من بره كل اللي انا كنت بشتريه ما كانش توم، ده كان نسبة توم مع حاجة. لان لما انا جيت طحنته بالشكل ده وعملته ريحته جبارة بالظبط. والله زي ما بقول لكم جربوا هتعرفوا الفرق بين التوم البودر اللي بره اللي هو بيبقى لونه فاتح شوية واللون البودر الكمية دي كلها عملتها من زي ما انتوا شايفين من 2 كيلو القشر بتاع التوم. برضو ما رميناش، استفدنا بكل حاجة في قلب التومة ما رميناهاش. يعني العود اخدناه طحناه القشر بتاعه برضو عملناه توم باودر، والتوم نفسه عم خزن. بالنسبة للتوم البودر هتحطيه في قلب علبة وفي قلب التلاجة. بالنسبة للعود بتاعه الأخضر مسكته طحنته بمعلقتين ملح كبار وربع كوباية زيت، وحطيت عليه ربع كيلو فلفل أحمر زي ما انتوا شايفين أو هريسة الشطة. كل ده طحنته مع بعض حلو جدا للسمك أو لتحديقة السمك أو للسمك المشوي للكبدة، حلو جدا. وبالنسبة برضه عاوزة أقولك التوم اللي انت طحنتيه تحطيه في قلب الفريزر تستخدميه وتدخليه تاني الفريزر على طول. طبعا في ناس هتعتقد لو دخل الفريزر هيبقى جمد زي الطوبة، لا، عشان انت حطاله زيت كتير وحطاله ملح فده مش هيبقى ماسك، هيبقى طري شوية. لو انت عاوزة تحطيه في قلب الباب التلاجة من تحت تغطيه بالزيت، الزيت بيمنع الهواء وبيمنع العفن وما يزرقش منك ويفضل ابيض زي التلج. بالنسبة برضو التوم لو انت عاوزة تعلقيه في البلكونة ما تحطوهوش، ما تعرضوش للشمس خالص، لازم تحطيه في مكان فيه ظل وتهوية، عشان خاطر لو انت حطيت التوم في قلب الشمس هتلاقي الفص منك استوى وبقى طري ومش حلو. اكون انت لازم التوم يتحط في مكان فيه تهوية وفي مكان ظل. لو انت هتفرميه وتشيليه في قلب الفريزر وتحطيه في قلب علب او براطين هات الابيض، عشان الاحمر للتخزين وتعلقيه في قلب البلكونة. اما حرام تجيبي تومة ب25 وتطحنيها، فعندك اهو الابيض ب10 جنيه تجيبي الكمية وتطحنيها براحتك.